السلام عليكم، انا جاهز دمك. بص للصوره دي وعايزك تقول لي تفتكر ديت كانت شغاله ايه، وبص على المطرقه اللي في ايديها تفتكر ديت كانت شغلتها ايه. هقول لك ديت كانت من ملائكه الرحمه، ممرضه في 1894. يا ترى لو جدي عايش ايامها وشافها كده هيعمل ايه؟ هو انت بتضحكوا عليا انا؟ ينعل. لو مش مصدقني يا صاحبي دي براحتك انت، لكن دي كانت ممرضه ومش اي ممرضه، دي ممرضه تخدير، واللي في ايديها دي عده الشغل، لان زمان كان التخدير كده. وانا جايب لكم واحد عمل العمليه ولغايه دلوقتي طلع حي من تحت ايديها. هو ايه اللي عمل فيك كده؟ لسه عامل عملية دلوقتي حالا. طب حاسس بايه دلوقتي؟ الحمد لله بعد العملية مش حاسس بأي حاجة خالص. على حسب معلوماتنا ان في 10 كمان عملوا معاك العمليه، هم راحوا فين؟ لا بصراحة أنا الوحيد اللي لسه عايش، يعني في 100 عملوا عملية بس أنا الوحيد اللي لسه عايش فيهم، والحمد لله كلهم ماتوا إلا أنا. معلش دي تخاريف العمليه، الضربه مقصره، لكنه زي الفل، راجل واقف اهوت زي الاسد. وانا بنصح الناس انهم ياخدوا بنج المرزبه لانه بيفوق الدماغ. على فكره ده مش هزار، ايام زمان المريض عشان يعملوا له عمليه كانوا بيضربوه بالمرزبه على راسه، وكانوا بيضربوه في حته معينه من الدماغ عشان يغمى عليه ويعملوا له عمليه، والمريض كان بيصحى، ده لو صحي يعني بعد 11 يوم ويكون كل جروحه خفت. والاغلب من المرضى انهم بيموتوا بفعل الضربه. تخيل مريض جاي عشان يعمل عمليه يضربوه ضربه يتشل. هذا الطب الذي يقضي على المريض دون ان يشعر. وكتير من المؤرخين اللي عاشوا الفتره ديت في 1894 حكوا انهم كانوا بيسمعوا اصوات المرضى وهم بيتألموا من شدة الضربة، لدرجة ان كتير من المؤرخين كانوا بيوصفوها انها بمثابة حرق الجسد حي. وهنتكلم عن الحضارة الاسلامية في التخدير. الحضارة الاسلامية كانت سابقة كل العصور في التخدير. اخترعوا حاجة اسمها الاسفنجية المخدرة. كانوا بيجيبوا اسفنجة ويحطوا عليها بعض المواد المخدرة زي الحشيش والافيون والشكران وست الحسن. ست الحسن ده خفيف، ده كان نوع مخدر، ويحطوه على فم المريض عشان يروح عن الوعي ويعملوا العملية. فضل الوضع دوت ماشي لغاية ما وصل العالم المسلم الكندي إلى تقطير الكحول، واكتشف العالم الرازي حمض الكبريتيك ودمجهم ووضعهم في اسفنجة وأجرى بها العديد من العمليات، وكانت بمثابة تقدم رهيب للبشرية في التخدير بدون ألم المريض، بدون ما المريض يتألم، باستخدام بعض المواد العضوية الغير مضرة للإنسان زي حمض الكبريتيك والكحول المقطر. وديت كانت أول طفرة في تاريخ البشرية في علم التخدير. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. سلام يا صاحبي.